السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخة هند بنت مكتوم بنت جمعة آل مكتوم، وهي لقبت بالسيدة الأولى في دبي لأنها إحدى زوجات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات المتحدة، وتزوجا في عام 1979، وكان زواجهم أول حدث رئيسي في مدينة دبي، وبالإشارة إلى أنها أم ل 12 طفل بما في ذلك الابن الأكبر راشد وولي عهد دبي الشيخ حمدان. وبرغم أنها نادرة الظهور وقلة ظهورها في وسائل الإعلام، إلا أنها تتمتع بشعبية كبيرة في الإمارات العربية وخصوصا دبي، وأنها محبوبة ومعروفة في البلدان العربية. ولهذا السبب يجد الكثيرون فضولا لمعرفة أخبار هذه الشيخة واكتشاف المزيد عن التفاصيل الخاصة عن حياتها ويومياتها. وبنذكر أنها تسعى دائما إلى المساهمة في أعمال خيرية، وبتشارك في البرامج الخيرية لصالح المواطنين. وبتعيش الشيخة هند في دبي في قصر فخم، وبيتميز بالأناقة وهندسة معمارية عربية، وبتطغى عليه الزخارف والنقاشات الحجرية واللي بتعكس روعة الفن العربي الأصيل. وبيعتبر هذا القصر أيقونة الحضارة العربية، وده عشان بيتميز بكثرة من الدقة في النحت والنقش. والهندسة المعمارية الخارجية هي جزء بسيط مما يخبئه التصميم الداخلي وديكور الغرف والصالون، وبيطغى عليه اللون الذهبي بإتقان على الديكور الداخلي للقصر، وبيضيف إشراقة ورونق عليه. وبتتميز الستائر باللون البيج من جمال الديكور، وبيتماشى مع اللون الذهبي ويضيء القصر. وبيتميز هذا القصر بالجدران المنقوشة برسومات صغيرة وجميلة بتفاصيل كبيرة وصغيرة، وإضافة إلى الزخارف اللي بتزين السقف. أما بالنسبة لغرفة الشيخة هند في اللون الأبيض اللي بيرمز إلى النقاء طاغي عليها، وبتدخل فيه الزخارف الذهبية لتمنحه طابع ملكيا نادر الوجود. دي كانت كل تفاصيل قصر الشيخة هند آل مكتوم. لو أول مرة تشوفونا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.